التعليم الفني نهضة قادمة لمصر، صناعيا، زراعيا، تجاريا، وفندقا. حالة من النشاط بتشهدها كل مدارس التعليم الفني سواء كانت الصناعي أو الزراعي في الإسكندرية استعدادا للمشاركة في المعرض الصناعي الثالث الذي سيقام في الثور إن شاء الله، وهتشارك فيه كل مدارس التعليم الصناعي والزراعي بالإسكندرية. نشوف مع بعض زميلنا ماجد كشك بيوفينا بالتقرير التالي حول هذه الاستعدادات. يستعد التعليم الفني بمحافظة الإسكندرية لاستقبال المعرض الفني الثالث في الفترة من 28 ل 30 إبريل. يشرف هذا المعرض ويشرف محافظة الإسكندرية وزير التعليم الفني بمشاركة التعليم الصناعي التجاري الزراعي الفندقي. يسعدنا أن نلتقي بالأستاذ أمل حسان مسؤول وحدة البحث والتطوير بالتعليم الفني. تجهيزاتكم إيه للمعرض؟ المعرض أيام يوم 28 هيبدأ ومستمر ليوم 30 وفي استقبال لوزير التعليم الفني. استعداداتكم إيه؟ احنا ده السنة الثالثة بنعمل معرض، والحمد لله المعرض الأول حقق نجاح. المعرض السنوي الثالث واحنا الحمد لله في اسكندريه كان لنا الرياده ان احنا اول معرض يتعمل لمدارس التعليم الفني. كنا احنا هنا في اسكندريه ان احنا عملنا معرض لمدارسنا ومنتجات الطلبه، ولقى نجاح كبير من اول سنه الحمد لله، وبشهاده كل الزوار وكل القيادات ان احنا ركزنا على منتج التعليم الفني، وكان شعارنا دايما ان صنع في مصر. وشعار تاني برضو حب المهنة أساس النجاح. لازم الطالب يحب مهنته ولازم يتقن المنتج اللي هو بيعمله اللي هو هيعرضه في المعرض. وفي نفس الوقت احنا برضو داعيين جميع شرائح المجتمع ان هم يشوفوا منتجات طلاب التعليم الفني اللي هي لتغيير نظرة المجتمع لطالب التعليم الفني اللي هو دائما مهمش للأسف، فاحنا بنحاول نرفع من صورته. طبعا السنة دي احنا فرحانين كلنا ان بقالنا وزارة، ووزارة التعليم الفني دي هتدعمنا اكتر وهتدعم طالب التعليم الفني وهتدعم مدارس التعليم الفني. هل هناك تحفيز بالنسبة للطالب المتميز في معروضاته؟ السنة دي احنا عاملين حاجة جديدة ان شاء الله، ان احنا جايبين الطلاب الموهوبين هيكونوا معانا في المعرض، جايبين النماذج الناجحة في التعليم الفني كإنجازات حدثت طبعا وأشاد بها الجميع اللي هي فصل داخل مصنع. لنا نموذج شركة راكتا ونموذج لينين جروب، وفي قبل كده كان بريلي اتفاقية برضو معاها، وبرضو موضوع الطاقة الشمسية اللي موجودة لأول مرة في مدارس التعليم الفني. فكل ده هيكون فيه سبوت عليه ان شاء الله في المعرض، بحيث ان احنا بندعم الايجابيات وبندعم الناس اللي هم اشتغلوا معانا كلهم في النماذج الناجحه ان شاء الله. التعليم الفني نهضة قادمة لمصر،